كان البريد المصري ولا يزال يمثل خدمة مهمة وحيوية لمختلف قطاعات الشعب المصري، وعلى مدار تاريخه العريق منذ ما يزيد على 170 عاما وهو يبسط خدماته المتنوعة ويحتفظ بثقة عملائه الذين يفوقون حاليا 15 مليون عميل. ولعل انتشار مكاتب البريد في معظم محافظات مصر هو ما أكد وزاد الثقة التي يمنحها المواطنون للبريد. وشهد البريد في السنوات الأخيرة طفرة هائلة، سواء من حيث الخدمات العديدة التي يقدمها أو الانتشار الواسع لمكاتب البريد في شتى محافظات مصر. واستمرارا لتلك السياسة الحكيمة، فقد افتتح الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء الشافع الدكروري محافظ الغربية والمهندس علاء فهمي رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري مؤخرا مكتب بريد طنطا الرئيسي بعد تطويره ونمذجته، ويقع على مساحة تبلغ 800 متر مربع. وكان في استقبالهم العديد من القيادات الشعبية وأبناء محافظة الغربية والعاملون بمكتب بريد طنطا. ويؤكد الدكتور طارق كامل أن البريد المصري يشهد موجة جديدة من التطوير والتحديث في جميع خدماته، هذا مع إضافة العديد من الخدمات الجماهيرية الجديدة التي توفر للمواطن الكثير من الوقت والجهد، وذلك اعتمادا على الشبكة الواسعة للبريد ومكاتبه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتي تزيد على 3600 مكتب. وحول خدمات البريد في الغربية يقول محافظ الغربية: عندنا حوالي 239 مكتب بريد. ده يدل على ايه؟ يدل على ان الخدمة وصلت لأصغر قرية عندنا، واتطورت الخدمة في البريد بقت بتاخد دقائق معدودة، 3 دقايق 4 دقايق 5 دقايق والعميل بيمشي، لأن الضغط بيبقى كبير. المعدل عندنا تقريبا كل مكتب بيخدم 16,000، وده معدل جميل عظيم جدا، يمكن معظم دول المنطقة ما وصلتلوش. ويعد مكتب بريد طنطا من أكبر المكاتب على مستوى الجمهورية وأكثرها تطورا، خاصة بعد ميكنته وربطه بالشبكة الإلكترونية لمكاتب البريد، كما أصبح يضم 23 شباكا لتقديم جميع الخدمات للعملاء، مما يحقق سرعة ومرونة كبيرة لخدمة العملاء، خاصة أن المكتب يقوم بصرف المعاشات لأكثر من 3300 مستفيد. ويضيف الأستاذ محمد الجزار نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البريد: بنقدم خدمات بريدية، خدمات مالية، خدمات حكومية، خدمات مجتمعية. برضو حصل ان احنا نشرنا او حصل امتداد في المساحة الزمنية اللي بنقدم فيها الخدمات. الخدمة بتؤدى حتى الساعة 10 في عواصم المحافظات التابعة لمحافظة الغربية من خلال ورديتين للعمل اليومي. الحقيقة الخدمات البريدية كل يوم فيها جديد، بنقدم خدمات بتحاول كنا بنوصل للعميل اللي مش قادر يجي لنا بنروح له نوصل له معاش في البيت. عملنا له سيولة ومرونة في صرف الحوالات المالية، بنقدر يبعت حوالة بعد 3 ثواني بدون مبالغة، بيوصل المبلغ المرسل إليه إذا كان المرسل إليه منتظر وصول المبلغ فعلا. ويصل عدد حسابات التوفير إلى 124 ألف حساب، وحجم التعاملات المالية يفوق 50 مليون جنيه. وتستمر مسيرة البريد لتحقق إنجازات شهد بها الجميع. الحمد لله في تطور رائع، في طفرة غريبة جدا حدثت
الدولة، شيء بيحدث على أعلى مستوى من التنظيم ومن المهارة ومن الاحترام. وده بيدينا برضه دلالة لما بنخلص العمل، لما بنحط ضوابط وقواعد، الأمور بتمشي بشكل محترم جدا. فأنا عايز أشكر المسؤولين على هيئة البريد بدل المهندس علاء فهمي وكل النواب وكل العاملين داخل الهيئة، لأن غيرت شكل 180 درجة. شيء نفخر بيه جدا ان هذه هيئة مصرية، هيئة وطنية بتدار بهذا الشكل الرائع وبهذا الشكل الاستثماري الكبير جدا وبهذا الشكل الخدمي اللي بيدي خدمات للناس بلا ازدحام بلا ضوضاء بلا مشاكل كنا بنعاني منها يعني كتير جدا. بتمنى لهم يا رب ان شاء الله ان الخدمات تستمر والنجاح يزداد باذن الله عز وجل. وهذه رؤية المتعاملين مع مكتب بريد طنطا الرئيسي. باجي اشيل فلوس وبيبقى لهم فوائد، وساعات باخد الفوائد وساعات بسيب. المعامله هنا كويسه جدا وكويسه، انا بتعامل معاهم من قبل ما يغيروه كده، من زمان يعني، من قبل ما يهدوه ويبنوه كده. هي المعامله سريعه والناس مريحين في التعامل. عامل حواله لبريد سوهاج فرعي لواحد صاحب شركة موجود هناك، ودايما بتعامل مع هنا مع البريد بريد طنطا الرئيسي، لان بامانه في سهوله تعامل كبير قوي عن البنك. يعني بعمل ايداع بالكريدت كارد او كده ممكن بيغيب يوم او 24 ساعه بالظبط عشان يتاكتف التحويل. انما بالنسبه لهنا حضرتك انا بعمل على طول الحواله، مفيش مجرد ساعه ونص اعتقد او ساعتين بالكثير، هو بيروح هناك وبيستلم الحواله بتاعته. يعني فيها يعني حتى هنا بجد ما شاء الله يعني تعامل سلس جدا. ما شاء الله الموظفين طقم الاستاف اللي هنا في يعني مقابله كويسه بشوشه، يعني في سهوله وتداول دايما. ولم يكن من الممكن أن ننسى العنصر البشري الذي يمثل سر النجاح الحقيقي لمنظومة البريد وما يشعر به العاملون في البريد من تطوير كبير حدث مؤخرا، الأمر الذي جعلهم فخورين بالعمل في تلك القلعة الاقتصادية والاجتماعية، ويتحدثون باعتزاز عن ملامح التطوير والتحديث. الخريطة الموجودة قدام حضراتكم هي بتوضح المكاتب البريدية المنتشرة في جميع أنحاء محافظة الغربية، وهي متمثلة من خلال 6 مراكز اللي هو الزفتة، طنطا، قطور، طنطا، بسيون، كفر الزيات. عندنا في محافظة الغربية 167 مكتب بريد، تم نمذجة 58 مكتب بريد. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ان الخريطة موضح عليها طرق سوائر السيارات المصلحية اللي هي بتمتد لكافة أنحاء المراكز. الحاجة الثانية موضح أيضا خطوط السكة الحديدية زي ما هي ممتدة برضه في شتى أنحاء المراكز. طبعا بيتم ذلك كله من خلال مركز الحركة المتواجد في مبنى منطقة بريد الغربية، حيث يتم معالجة المواد البريدية ويبدأ بعد ذلك توزيعها على كافة المكاتب المنتشرة على جميع أنحاء المحافظة، ومكاتبنا منتشرة في كافة النجوع والقرى ومتمثلة في عدد 167 مكتب بريد. طبعا إجمالي عدد العاملين في المحافظة الغربية 2066 عامل يخدموا المحافظة الغربية، منهم 450 عامل مؤقت. طبعا زي ما موضح قدام حضراتكم بالنسبه للمكاتب اللي تم نمذجتها مفتاح الخريطه عاطي الشكل اللي هو جهاز كمبيوتر داخل مربع اصفر، مما يدل على ان هذا المكتب تم نمذجته وتزويده بالاجهزه والشبكه. على سبيل المثال مكتب بريد طنطا الرئيسي اللي احنا متواجدين فيه حاليا. اما من ناحيه البيانات الخاصه بالغربيه ككل، فعندنا عدد اجهزه الكمبيوتر في المكاتب عددها 85 جهاز كمبيوتر. المكاتب اللي تم ربطها على الشبكه عددها 22 مكتب بريد. طبعا عندنا سوائر بالقطارات وعددها 14 سيره، عندنا سوائر بالسيارات وعددها 13 سيره. ولا شك أن كل ما حدث من تطوير وتنويع في الخدمات
واهتمام بالعنصر البشري وبالعاملين جعلهم يتفانون في عملهم ويقدمون كل ما عندهم من طاقة، خاصة في ظل المعاملة الطيبة والتقدير المادي والمعنوي الذي ينعمون به ويمنحهم انتماء واضحا إلى مؤسستهم. أنا مختص برجال كبار العملاء أو كبار السن من المعاقين. لو هيجي لي العميل بشوف مثلا ان هو تبع كبار السن ما يقدرش يقف طابور، ما يقدرش يقف في صف، باخده واعمل له العمليه سواء اي شباك هنا في المكتب شويه. ومعايا باسبور ممكن اعمل حساب داري، ممكن اخش على الفوائد الفوريه بحيث يسهلوا الخدمه في اقرب وقت وسريع. الخدمه عباره عن تحقيق فواتير التليفون والحوالات الفوريه. دلوقتي اصبح في ثقه كبيره جدا في الحوالات الفوريه، وتخطينا تقريبا من شهر 5 ده اكثر من كتير من الحوالات. بنتعامل تقريبا في 2 مليون جنيه تقريبا في الحوالات الفوريه. العملاء دلوقتي ممكن يبعت في اي مكان في اي وقت، لان الشغل عندنا من الساعه 8 لحد الساعه 10 مساء. واكيد طبعا لان مش ممكن مكان لمكان الهدف منها هي اداء خدمه مجانيه للتوفير كثير من كثير من الامور اللي بتنشط فيها يكون يحصل بدنيا. في خدمات مدير حاج وده بيدفع للمصلحه اللي هي بتقدم لها الخدمه، خدمات مجانيه تماما ان العميل ما بيدفعش فيها شيء، زي مثلا خدمه اداء كعب الاتصالات كعب ده ما بناخدش منه اي مبالغ ماليه، لان الهيئه الماليه هيوفرها الناس ما بتدفعش اي مصلحه اي شيء. بالنسبه لشهاده الحاجه زي شهاده المال مثلا هي تكلفتها في الاعمال الماليه 5 جنيه، هي اساسا هي اللي بتاثر من العميل. اما العائد المادي للهيئه الخدمات هي خاصه ان الهيئه تؤدي الخدمات من منطلق الهيئه من الهيئه الخدميه في الاساس. انا شغال هنا على الحساب الجاري والعائد اليومي زي بالفضل. عرفنا اكتر على الدور ده بيعمل ايه؟ هو ده حساب جاري بشيكات، الفايده عليه يوميه ومتغيره، بتتعلم اي فرع المكتب البريد بالتعاون بدفتر الشيكات. الحساب الجاري الذهبي بيبدا ب 10000 جنيه وما بيقلش عن كده، الاقل بيبقى فيه غرامه 50 قرش كل يوم. الفضي بيبدا ب 10 جنيه. بتحكي يعني المزايا ان بتتعامل بدفتر الشيكات وجانبك من نقل الاموال من مكان لمكان والعبء بتاعها. بيبقى مجرد ان دفتر الشيكات مع حضرتك تسحبي وتحطي في اي فرع. دي كلمة حق، والناس دي كلها بتدعي لك انك انت خليتنا فوق، احنا كنا اقل ناس ما كناش لاقيين، دلوقتي بقينا احسن ناس. طيبين